بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي بداية هذا اللقاء أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزي فضيلة الشيخ كل خير، أن كان له الفضل بعد الله عز وجل في تيسيره والدعوة إليه، وأسأله تعالى أن يشكر سعيكم وأن يعظم أجركم وأن يجزل لنا ولكم من مثوبة، وأن يجمعنا جميعا في دار كرامته. أيها الأحبة في الله، هناك أمر هو أهم الأمور، به تطمئن القلوب وتنشرح الصدور، هو أساس الدين ووصية الله للخليقة أجمعين. هذا الأمر جعله الله قاعدة الفلاح ومنبع الخير والإصلاح. ما هدى الله قلب عبد إليه إلا سدده ووفقه وأرشده ويسر له. هذا الأمر هو الإخلاص لله جل جلاله، فاتحة الأمور وأساس كل خير. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليخلصوا وليوحدوا له سبحانه وتعالى. الإخلاص الذي جعل الله فيه السعادة والنجاة والخلاص. اختار الله منا قلوبنا، فلم ينظر إلى ألواننا ولا إلى أحسابنا ولا إلى أنسابنا، ولكن إلى قلوبنا وأعمالنا. من تكلم لله وعمل لله أسعده ووفقه وسدده وثبته. وهي وصية الله للأولين والآخرين التي عليها مدار كل خير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بل إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه. أول ما ينبغي أن نتواصى به جميعا، وأن يسد بعضنا من أجل بعض فيه، تصفية القلوب لله جل جلاله. الداعية المخلص لله والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر إذا أخلص لله في قوله فتح الله له القلوب وشرح الله له الصدور، وأصبحت كلماته ومواعظه وتوجيهاته وأوامره ونواهيه كالغيث لتلك القلوب. يحيي الله عز وجل به تلك القلوب بما نظر من إخلاصه وإرادة وجهه العظيم. قال الحسن البصري رحمه الله: ما يزال الرجل بخير إذا قال لله وإذا عمل لله. وقال بعض السلف: كم من عمل قليل كثرته النية. الإخلاص خير وبركة ورحمة وهدى. إذا نظر الله إليك وأنت تأمر واطلع إلى قلبك فلم يجد فيه شيئا سواه جل جلاله، بارك في هذا الكلام وتلقته الملائكة في صحيفة عملك لكي تراه خالصا لوجهه الكريم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. حصل ما في الصدور، هل أرادت وجه الله أم أرادت أي شيء سواه؟ الإخلاص هو الوصية الأولى التي لا تملها أذن مؤمن ولا يسأم منها عبد صالح. ونحتاج دائما أن نتواصى بهذا الأمر العظيم. نحتاج دائما أن نكون مخلصين،
فبمجرد أن تخرج من بيتك تخرج وليس في قلبك إلا الله، وبمجرد أن تقعد في عملك تقعد وليس في قلبك إلا الله، وإذا تكلمت جعلت الله نصب عينيك، وإذا عملت جعلت الله نصب عينيك، فشرح صدرك ويسر أمرك. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وقال سبحانه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. كم فتح الله بالإخلاص من قلوب، وكم أنار به من مناهج ودروب، كل ذلك بالإخلاص. ولما أخلص الأئمة السلف الصالح جعل الله الخير في كلامهم ومواعظهم وأوامرهم ونواهيهم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعمر قلوبنا وقلوبكم بالإخلاص لوجهه الكريم. أيها الأحبة في الله، إنه والله لشرف عظيم. أي أمانة حملتموها وأي مسؤولية قلتموها حينما حملتم هذه الرسالة العظيمة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الرسالة التي تولى الله أمرها من فوق 7 سماوات، فأمر سبحانه بالمعروف ونهى عن المنكر، فأرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس حجة على الله بعد هؤلاء الرسل، ولكي تقوم عليهم الحجة وتنقطع عنهم المحجرة. فوالله الأنبياء والرسل صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين كانوا حملة النور، اطمأنت بهم القلوب وانشرحت بهم الصدور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كانوا يأمرون بما أمر الله به وينهون عما نهى الله عنه، فرفع الله ذكرهم وأعز شأنهم وأبقى في القلوب حبهم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان من أهم الأمور وأعظمها في قلوب الأخيار والصالحين، فكما أنه رسالة الكتاب والسنة التي اعتنى بها رسل الله صلوات الله وسلامه عليه، اعتنى بها العلماء والحكماء والأخيار والصلحاء. وإذا أردت أن تنظر إلى مقام الإنسان في دين الله عز وجل ومقدار تعظيمه لله سبحانه وتعالى فانظر إليه في أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، لأنه إذا عظم الله في قلبه عظم أمره وعظم نهيه، فكان وجهه يتمعر لله سبحانه وتعالى إذا انتهكت حرماته، وكان لسانه ينطلق بالتذكير والموعظة والتوجيه والإرشاد والدلالة على الله سبحانه وتعالى لعظيم شعوره بعظمة الله سبحانه وتعالى وعظم حقه جل جلاله. ولذلك وصى لقمان ابنه فقال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، فأمره أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. فهي الرسالة الثانية والمرتبة الشريفة الكاملة العالية التي ينال الإنسان بها الفلاح. قال سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فشهد الله أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أنه مفلح، وإذا شهد الله بعبد أنه مفلح فهو المفلح، فلا أصدق من الله حديثا ولا قيلا. الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر مرشوم في رحمة الله. متى ما تكلمت بما أمر الله به ومتى ما نهيت عما نهى الله عنه فأنت تخوض في رحمات الله سبحانه وتعالى. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. أي لما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فإني سأرحمهم. ولذلك تجد الإنسان كلما أقام حجة الله على عباده أصابته الرحمة، وجعل الله عز وجل في قلبه من الطمأنينة والثبات واليقين، ولا يزال المبلغ لرسالة الله الآمر بما أمر الله الناهي عما نهى الله عنه لا يزال له من الله معين وظهير متى ما كان يخلص لوجه الله سبحانه وتعالى. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نجاة من الخسارة والعصر. إن الإنسان لفي خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلذلك أيها الأحبة في الله، نحمد الله من كل قلوبنا ونشكره على عظيم فضله علينا حينما يسر لنا وسهل لنا أن نبلغ رسالته وأن نقيم حجته. وإنه لمن دلائل حب الله للعبد في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر أن يضع له القبول في الأرض. فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر إذا أخلص بوجه الله عز وجل وعلم الله من قلبه أنه يريد وجهه ويريد ما عنده، فتح له أبواب الخير ويسر له الدعوة ووضع له القبول في الأرض. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. تصور، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ذلك فرصة. تصور لو أنه يودي في السماء أني أحب فلانا باسمي، شرف عظيم ومقام كريم. قال فيحبه جبريل، ثم ينادي: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا باسمه فأحبوه، فيحبه أهل السماء. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يوضع له القبول في الأرض. الوصية الثانية بعد الإخلاص التي كان حديثنا عنها في اللقاء الماضي أن نستشعر فضل هذه الرسالة وفضل هذا المقام. فنحن إذا أخلصنا لوجه الله وشعرنا أن الله نفحنا برحمته ووهبنا نعمته، أجملنا هذه النعمة وأحسسنا بعظيم فضلها، فشعر الإنسان أن عليه واجبا لله سبحانه وتعالى، وعندها يستطيع أن يقوم بهذه الأمانة على أتم وجوهها. ولكن قبل أن نخوض في كيفية قيامه ينبغي أن نركز على أمر ثالث مهم جدا لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. هذا الأمر هو القدوة الصالحة. فالإنسان إذا أراد أن يأمر بما أمر الله به وأن ينهى عما نهى الله عنه ينبغي أن يخاف ويخشى أن يمقته الله جل جلاله، وأن يجعله ممن والعياذ بالله يأمرون فلا يأتمرون وينهون فيفعلون ما ينهون عنه، نسأل الله السلامة والعافية. أولئك الذين سمى الله وحذر عباده منهم. فقال سبحانه وتعالى يعتب على بني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أي أليس لكم عندكم عقول تعقلكم وتحسسكم عن هذا الأمر الذي هو ضرب من الغي والهوى والضلال؟ نسأل الله السلامة والعافية. لا يمكن للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يضع الله له القبول في أمره بالمعروف ونهي عن المنكر حتى يكون قدوة. وهذه القدوة ظاهر بينك وبين الناس. إذا أحبت الناس العبد هابته، والهيبة بالمحبة لها أثر في السلوك والتقويم والتوجيه. ولذلك لما بعث الله نبيه عليه الصلاة والسلام كمل أخلاقه وجمل آدابه وانعقدت القلوب على حبه والشهادة له بالخير والصلاح والقدوة الحسنة، فكان يسمى بالصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. فإذا أراد الإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فينبغي أن تظهر شمائل الإسلام وآدابه وأخلاقه ورحمته وفضله وبره وجميع ما فيه من خير أن تظهر من خلال أقواله وأفعاله وسلوكه وتصرفاته. فإذا نظر الناس إلى كلام الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر فإنهم إذا سمعوا كلامه نظروا أول ما ينظرون إلى أخلاقه وأفعاله وآدابه. فإن وجدوا التوافق بين القول والفعل أحبوه وهابوه ووقع ذلك الكلام موقعا بليغا في النفوس. ليست القضية أن نتكلم، ولكن القضية أن نكون دعاة ونحن صامتون. قال بعض السلف من الآئمة رحمة الله عليهم وكان من العلماء العاملين، قال لطلابه يوم من الأيام: ادعوا الناس وأنتم صامتون. قالوا: كيف ندعو ونحن صامتون؟ قال: تأدبوا بآداب الإسلام وتخلقوا
بأخلاقه وادعوا الناس بأفعالكم قبل أن تدعوهم بأقوالكم. الرجل الكامل المهذب الفاضل الذي إذا رأيته كأنما ترى أخلاق الإسلام وآدابه، الذي إذا رأيته أو سمعته أو تفقدت أحواله كأنك تذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تظهر من خلال الأقوال، من خلال الأفعال، من خلال السلوك، التصرفات، تجد في مجتمع محبوبا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم محبوبا. لا تنفر القلوب منه ولا تمل ولا تسأم، ومن رآه أحبه. إذا قابل الناس يقابلهم بالبشر والسرور. قال جرير بن عبد الله: ما لقيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهه. فالرجل إذا كانت آداب الإسلام في وجهه وأخلاقه وأفعاله أكثر. قال أنس رضي الله عنه وهو صبي صغير يقوم على شأن النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد خدمت النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ما لمست حريرا ولا ديباجا ألين من كفه صلى الله عليه وسلم، ولا قال لي يوما قط أف، ما قال له يوما من أيام أف. وتقول أم المؤمنين عائشة في بيت: انظروا هذا بالنسبة لصغار الناس فقال له قط أف، وهو أنس وناهيك بأبي حمزة رضي الله عنه وأرضاه فضلا ونبلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة لجرير لكباره، وأما بالنسبة لأهله وزوجه، تقول عائشة رضي الله عنها: ما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وضع بين يديه، ما كان يتكلم ولا يجرح المشاعر من كمال أدبه وأخلاقه وشمائله لأبي وأمي صلوات الله وسلامه. الإسلام والدعوة بالأعمال بالأخلاق بالآداب. الرجل إذا رأى شمائل الإسلام من خلال الأقوال والأفعال تأثر. بعض الناس يدعو ولو لم يتكلم. الناس فيه فطرة، وهذه الفطرة جبلوا فيها على حب الخير والقرب منه وتعظيم صاحبه، وعلى كراهية الشر والنصرة منه واحتقار صاحبه مهما كان. مهما رأيت لأهل الشر من تعظيم فإنه في الظاهر، وأما في القلوب فلا، أما عن قناعة فلا. ومهما رأيت من خير فاعلم أنه في الباطن تعظيم ولم تجد لها تحويلا ولا تبديلا. فالقلوب تنتظر قبل الكلمة عن فعل، فيحرص الإنسان على تطبيق شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، آدابه أخلاقه، السنة التي أصبحت اليوم غريبة بين الناس، حتى أصبحت غريبة بين الأخيار فضلا عن غيره. فالناس إذا رأوا من هذا الداعية الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر رأوا منه شمائل الإسلام، أحسوا أنه إذا نهاهم أحسوا أن وراء هذه الكلمات ووراء هذا التوجيه قلبا يخاف الله جل جلاله، وأن وراء هذه الكلمات ووراء هذا التوجيه حب الخير، وليس المراد به الشماتة ولا الاحتقار ولا الانتقاص ولا الغفلة عن الداخل والناس. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، ما يوفق إلا الله سبحانه وتعالى. إذا لابد من أن نقدم بالقدوة الحسنة التي فيها التأثير ويكون لها عمق الأثر في النفوس. الأمر الرابع أن نهيئ أنفسنا للدعوة إلى الله. وتهيئة النفوس للدعوة إلى الله عز وجل ندور حول نقطة مهمة من أهم النقاط، وهي الصبر والتحمل. فإنك تقوم برسالة عظيمة وأمانة جليلة جسيمة تحتاج إلى صبر. ولذلك قال الله لنبيه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الإسلام بشمائله وآدابه ومعاملاته وعباداته ثقيل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقال تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يحتاج الأمر إلى صبر وإلى جلد. أقوى الصبر وأعظمه صبر النفوس الذي يكون بتمالك النفس عند الغضب، وهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فلا بد من الصبر والتحمل الذي عناه الله عز وجل بقوله: وأمر بالمعروف. هذا لقمان يوصي ابنه: أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ثم قال: واصبر على ما أصابك. أي اعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وراءه التعب والعناء والنصب. يكون التعب نفسيا لأنك تتحمل هم الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مثلا لو كان في نطاق حي أو مسؤولية منكر فإنك تتحمل هم
أولا جمع النصوص والأدلة التي اعتمد لمعالجة هذا المنكر، فتتأملها وتنظرها وتبحث فيها. هذا هم يحتاج إلى صبر على العلم والبصيرة التي تأمر بها وتنهى. ثانيا تحمل هم المواجهة، كيف تواجه، كيف تتكلم، كيف تقف في وجه الإنسان. ولذلك سأل الله عز وجل موسى عليه السلام، سأل ربه أن يثبت قلبه بهم المواجهة. ولذلك قال رب اشرح لي صدري، لن ما نستطيع أن نفعل شيء إلا بالله جل جلاله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فإذا لابد للإنسان أن يتحمل هذا الهم. بعد ذلك تأتي النتائج والآثار للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيأتيك السفيه بسفهه، والإنسان الغوي بغيه وفجوره، ويأتيك الناس على اختلاف طبقاتها وعلى اختلاف منازلها في مجازهة الخير وكراهيته والتنفير منه وسوء الظن بأهله. هذا يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى نفس قوية وسكينة وعزيمة. ثم إذا يسر الله عز وجل الإنسان الصبر يحتاج إلى أمر مهم يقوي قلبه على الصبر. هذا الأمر يتلخص في نقطتين: الأولى عاجل ما أعد الله للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر من حسن العاقبة، والثانية ما ينتظر عند الله جل جلاله. فلربما أنك هذا اليوم تهان وتسب وتشتم فتغيب عليك السنة وقد كتبت في صحيفة عملك يوم من الأيام أوديت فيه الله. أما أمر الدنيا يوم الله تكفل لك بالعاقبة. لن يقف أحد يبلغ رسالة الله جل جلاله فيؤذى ويهان إلا جعل الله عاقبته أفضل العواقب وأسناها وأسناها وأشرحها ولو احتقره الناس. يظهر ذلك جليا من قوله سبحانه: والعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى. يعني لا تنظر إلى حالك الآن، ارجع النظر إلى الغد ولا تنظر إلى حالك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمي الساحر والأفاك والأبتر والصادق ومات وهو سيد الأولين والآخرين، واسمه صلوات الله عليه وسلم يقرن بالنجاح ورفعنا لك ذكرك. ليس المهم أن تهان الآن، وليس المهم أن يسخر منك الرجل اليوم، ولكن الأهم ما هي العاقبة، ما هي النتيجة، ما هي الثمرة. أذكر حادثة لطيفة يقول فيها عروة ابن الزبير رضي الله رحمة الله عليه، هذا الإمام العظيم من أئمة السلف، يقول كلمة تنبه على هذه النقطة. يقول: والله ما من عبد يقف موقفا لله فيهان فيه إلا أوقفه الله موقفا أعز منه وأكرم. ما من عبد يقف موقفا يهان فيه في الله إلا أوقفه الله موقفا أعز وأكرم. فيضيح ذلك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فريد في قلة وضعف من أصحابه، والرسالة أيامها سرية والدعوة سرية، فجاءه أمر الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. فوقف عليه الصلاة والسلام على الصفا فنادى في قريش فعلم وخصص، يعني نادى بطون قريش كلها. فجاءت بطون قريش، جاءت قريش بقبضها وقبيلها ووقفت بين يديه، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن قال كلمة المشهورة: قولوا لا إله إلا الله. هذه الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض ومن أجلها سيكون الحساب والسؤال والعرض، هذه الكلمة العظيمة التي من أجلها خلقوا ومن أجلها بعث. لما قالها له ماذا قالوا له؟ كان جواب أبي لهب عليه لعنة الله قال له: على رؤوس الأشهاد، قال له: تبا لك ألهذا جمعتنا؟ تصوروا أيها الأحبة في الله، النبي صلى الله عليه وسلم على رؤوس الناس، ثم يقول له على رؤوس الملأ: تبا لك ألهذا جمعتنا؟ ثم قريبه عمه، يعني حينما تأتي الأذية من قريب لك تكون الأذية صعبة جدا. ظلم ذوي القربى أشد من ظلم الأبعدين، لأن القريب لا تستطيع إن آذيته كأنما آذيت نفسك. فقال له أبو لهب: تبا لك ألهذا جمعتنا؟ فاحتقره وفشته وآذاه. ثم تمضي الأيام وتتتابع السنين والأعوام، فيوقف الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام على الصفا التي بالأمس ختم عليها وأهيب، يقف ومعه 100,000 من أمته وأصحابه
كلهم يقول كيف يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. رده الله إلى مكة عزيزا كريما رفيع الذكر، كل الناس يقول أنا أنظر أمامي فإذا الناس مد البصر، وأنظر ورائي فإذا الناس مد البصر، كلهم يقول ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما رفع على الصفا وكأنه ذكر ذلك اليوم، ذكر هذه الصفا التي كذب عليها بالألف، كان أول ما رفع عليها قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كبر الله ثلاثة، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. عظمت عنده العاقبة إن الله مضمونا، الذي يقوم برسالة الله ويؤدي حجة الله على العباد مهما جاءه من المهانة والمذلة فمهانته كرامة ومذلته معزة. لا تنظر إلى كلام الناس أو احتقارهم أو أذيتهم، انظر إلى عاقبتك عند الله جل جلاله. وأما بالنسبة لما يكون من حسن العاقبة في الآخرة هذا فيما يكون في الدنيا. ولذلك تجد القلوب كلما وجدت الإنسان يقوم لله بشدته ويبلغ لله عز وجل عظيم رسالته، وجدت الله عز وجل يضع في قلوب العباد حسه والهيبة والقبول، ووجدتها في أثنى المنازل. الناس تشتري السمعة بالأموال، التجار يشترون السمعة يبحثون عنها، ولكن العلماء والدعاة إلى الله والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر نشر الله ذكرهم وأبقى في العباد حبهم بما قدموا لله جل جلاله من صالح القول والعمل. لا تنظر إلى كلام الناس، ولا يهمك أن يتكلم من تكلم، فإن اللسان الذي يتكلم على الحق أخرس ولو كان صاحبه أبلغ الناس، واللسان الذي يقف في وجه الحق مقطوع ولو بعد شيء. ولذلك قطع الله دابر المفسدين وقطع الله دابر المفسدين وجعل العاقبة للمتقين. فهذا أمر مهم جدا لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أما بالنسبة للعاقبة التي تكون، فإن الإنسان إذا أهانه أحد أو تكلم عليه أو عنف أو وبخه فما عليك، فأنت بريء من المسؤولية إذا كنت تسير على نهج الله عز وجل. مثلا لو مررت على رجل فأنكرت عليه منكرا أو غيرت منكرا فقال يا ظالم أو قال يا كذا، فسبك وشتمك وأهانك، فإنما يتسلط على الحق لا يتسلط عليك، لأن الذي فعلته هو أمر الله جل جلاله، والذي نهيت عنه هو نهي الله جل جلاله. فالشتم الذي يكون منه والأذية التي تكون منه ليست في عرضك من شيء، وأنت في سلامة منها، ولكن الله هو الذي يتكفل أمره. ولذلك قل أن تجد إنسانا يهين أحدا من أولياء الله عز وجل والدعاة والهداة والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا وجدت قل أن يسلم من سوء الخاتمة، نسأل الله سبحانه وتعالى. أبدا قل أن تجد إنسان يحقر من العلماء أو ينتقصهم أو يذمهم أو يحاول دائما أن لا يمكنه من دعوته إلى الله عز وجل، كما يحصل لبعض الفساق حينما يؤذيك بلسانه أو يحتقرك أو يشيع في حيه أنك شديد وأنك عنيف. كل هذا لا تبالي به. فالمهم بالداعية والآمر بالمعروف أن يوطن نفسه بهذه الأمور حتى يصبر، لأنها عزيمة على الرشد وتقوي النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى وتقويها على محبة الله جل جلاله. ثم لنا قدوة في الأنبياء والرسل صلوات ربي وسلامه عليه حينما أوذوا في الله وكان لهم ما كان فأعظم الله أجرهم. قال الله تعالى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فائدتان تأملها في هذه الآية. لا تكونوا كالذين آذوا موسى، هنا أذية، معنى إذا أوذي موسى سنؤذى، هذا الأصل الذي نتكلم عنه. أولا قال تعالى فبرأه الله مما قالوا، فالذي برأ موسى سيبرئك، الذي برأ موسى عليه الصلاة والسلام سيبرئك، لأن الرسالة واحد والمصدر واحد. الأمر الثاني وكان عند الله وجيها. قال بعض العلماء من أمر بطاعة الله ونهى عن معصية الله فأوذي فإنه وجيه عند الله سبحانه، وجيه له جاه عند الله وكرامة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. إذا علمنا هذه الأمور التي ينبغي أن يوطن بها الداعية والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر نفسه، فالمنكر الذي أمامنا لابد فيه من أمور. أولها أن يدل دليل الكتاب أو دليل السنة الذي هو الدليل الشرعي على كون هذا الأمر منكرا، فإذا لابد من ثبوت الدليل على كونه منكر. إذا ثبت الدليل
على كونه منكرا فحينئذ توجه الخطاب علينا: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. طيب، انتبهوا إلى هذا الحديث فيه نقطة مهمة. أولا علمنا أنه لا بد أن يكون منكرا، فكون الشيء مثلا مختلفا فيه ويرى الشخص أنه جائز وحلال، وهناك مثلا عالم من أهل العلم مشهود لهم بالعلم عنده دليل وحجة على كونه حلالا، هذا شيء، فأنا أعتقد أنه منكر في اعتقادي، لكن كونه هو عنده العالم الذي يعرف بتمسكه بالكتاب والسنة ويفتيه بأنه ليس بمنكر وليس بحرام، فهو يتعبد الله بما ظهر له. هذه مسألة مهمة جدا. النقطة الثانية، قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا. انظروا، رأى معناه نتأكد، نتحقق، نتثبت، لا نعجب بالناس. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فقط التبين والتثبت. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إلا أن تروا منكرا عندكم فيه من الله برهان. جمع بين الأمرين، كوننا نرى فلا نتتبع الظنون، وكونه يكون منكرا عندنا فيه من الله حجة وبرهان. فإذا قضية كون الإنسان يعجل بالتهمة، أصلا طبيعة إنكار المنكرات، كل إنسان إذا ابتلي بعمل فسيتأثر من خلال عمله. وكانوا يقولون مثلا القاضي من كثرة ما يمر عليه بالجرائم، جرائم الناس والفحش وما يقع منه من المصائب، ربما يصبح عنده نوع من ردة الفعل، لأن الإنسان ضعيف والنفس البشرية ضعيفة، قد تجعل ما يتحمل ولا يخرج من الناس إلا القليل، فيقول لا يسلم من الناس إلا القليل بسبب ما يرى، وقد يرى أناسا فيهم الخير ويقعون في المنكرات. فطبيعة معالجة المنكرات والوقوف فيها قد تجعل الإنسان يصل إلى درجة يتحسس فيها أكثر من اللازم، وهذا نبه عليه العلماء في إنكار المنكرات. يعني كوني أتعامل مع المنكرات يقتضي مني ألا أتعجل، والسبب في ذلك أن أعراض الناس محرمة. قرن الله الإرث بالدم. في خطبة حجة الوداع يقول صلى الله عليه وسلم في الخطبة المشهورة التي ما قام النبي صلى الله عليه وسلم في أمته مقاما مثلها، جمع الله فيها الأمة لا عليه الصلاة والسلام ما جمع مجمع مثل حجة الوداع، فكان فيها أن قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، فجعل العرض مقرون بالدم، فكما أن دم المسلم حرام وماله حرام كذلك عرضه حرام. ولذلك عظم الله أمر العرض وجعل كلام في الأعراض قطع الله به شهادة الشاهد. الذي يقذف والعياذ بالله بلسانه غيره بالزنا ولا يقيم البينة ولو كان من الصحابة، لأن الله خاطب به الصحابة، يقول العلماء: ولو كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم يقم 4 شهود فإنه يجلد، كما فعل عمر رضي الله عنه بأبي بكر رضي الله عنه الجميع. ليس هناك مجاملة في أعراض الناس، أعراض الناس محترمة. ولذلك عظم الله عز وجل في كتابه هذا فنهى عن الظن: اجتنبوا كثيرا من الظن. ولذلك معناه أن القليل من الظن يصيب، والكثير فيه خطورة وخلل على الإنسان ينبغي أن يتنبه له. توضيح ذلك أن الإنسان لا يقدم على تتبع شيء إلا إذا احتفت قرائن قوية على وجود هذا الشيء، ظهرت القرائن. والشريعة تعمل القرائن، الشريعة تعمل القرائن القوية، لكن إذا لم يكن هناك دليل بين واضح فالأصل في المسلم سلامته وعدم النساء بعرضه إلا بحجة ودليل. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تتبع العورة، فقال: إنك إن تتبعت عوراتهم أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. فإذا الأصل أننا نقول في المسلم أنه سالم حتى يدل الدليل على كونه فيه خلل أو فيه نقص. من رأى منكم منكرا، إذا ثبت عندنا أنه منكر وتحققنا أن هذا مما لم يأذن الله عز وجل به ورسوله عليه الصلاة والسلام، ورأينا واطلعنا، قال صلى الله عليه وسلم: فليغير
فالأصل عندنا في المنكرات أنها لا تقع، وأنه ينبغي أن نهيئ كل السبل والأسباب للقضاء على المنكر، لأن المنكر فساد في الأرض والله لا يحب المفسدين. وكذلك المنكر حجرة عثرة دون الخير، فما من بدعة تظهر إلا وماتت مقابلها سنة، وما من شر يظهر إلا ومات مثله من الخير. ولذلك ضرب الله قلوب بعضها ببعض حين غفلت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأصل أن المنكر يغير، وهذه قاعدة وأساس في الدين جعله الله سببا في فلاح هذه الأمة بل وفي نجاتها كما في حديث السفينة الذي تعلمونه. فإذا هل يغير يدل على أن الأصل في المنكر أنه يغير. ثم بين من تكلم هذا التغيير قال فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كون النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الأمور مرتبة يدل على فائدة مهمة، وهي أن قضية تغيير المنكرات لم يسندها الله لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل بمعنى أنه يتحكم فيها أحد باجتهاده، ولكن أوحى إلى نبي صلى الله عليه وسلم عليه بهذه الثلاث المراتب: تغيير باليد، ثم باللسان، ثم بالقلب، وليس وراء ذلك مثقال خردلة من الإيمان. نسأل الله السلامة والعافية. إذا لم يغير لا باليد ولا باللسان ولا بالقلب فليس وراء ذلك نسأل الله السلامة والعافية مثقال خردلة من الإيمان. التغيير باليد ضرب له العلماء رحمة الله عليهم أمثلة مثل تكسير آلات له، وكذلك أيضا تكسير عليه الصلاة والسلام الأوثان كما ثبت حينما دخل إلى مكة إنه كسر الأوثان إبراهيم عليه السلام فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فإزالة التغيير باليد يقولون إنه يقطع دابر الشر لأنه ينعدل هذا المنكر ويزول، وبناء على ذلك هو الأساس وهو القاعدة التي هي الأصل في التغيير، أنه متى ما أمكن الإنسان أن يغيره بيده فليغير بيده، هذا الأساس والقاعدة. ولذلك قال علي رضي الله عنه لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا تمثالا إلا كسرته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا من التغيير في اليد، لأنه إذا استشرفت القبور عبدت فكان ذريعة إلى الشرك والعبادة. فالمقصود أن التغيير باليد سنة وهدي وهو أول المراتب، وقد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث القران. والقران ستارة كانت على شهوة عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم، فرأى عليه التصاوير فأخذه بيده عليه الصلاة والسلام ونزعه وحتكه. هذا يدل على التغيير باليد. أما بالنسبة للمرتبة الثانية التغيير باليد، طبعا هناك أمور ينبغي التنبيه لها. قد يكون الإنسان في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عنده ضوابط معينة لتغيير المنكر. مثلا لو كان هناك توجيه لأن هذا المنكر لا تكثره الآن من أجل أمور لإقامة مثلا دلائل يحتاج إليها، مثلا لو فرضنا أن الإنسان بمجرد أن جاء وكسر المنكر، طيب كيف ندين صاحب هذا المنكر ما دام المنكر أدين؟ إذن تكون مهمتي أنا كل أحفظ هذا المنكر لكي يصل إلى الجهة المختصة يعتبر من إنكار المنكر، لأنه وسيلة إلى إزالته وإلى تكثيره. لأن البعض يقول كيف أكون آمر بالمعروف ونهي عن المنكر وأنا ما كسرت؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فليغيره بيده. نقول إن الوسيلة إلى التغيير تغيير، كونك أن تحفظ هذا المنكر لكي يكون حجة ودليل. في بعض الأحيان مثلا لو وجئنا بمكان لصنع الخمر لا قدر الله والعياذ بالله، إنكار هذا المنكر أن نكسره ونزيله بالكلية، هذا لا شك فيه. لكن مثلا لو أردنا أن نعرف من أصحاب الجريمة الذين قاموا بهذا العمل، من الذين يتعاونون مع هذا الشخص الذي هو من عماله يأخذ منه ويعطي، قد تكون هناك مثلا بيئات أخرى تتعامل مع هذا المصنع لترويج. فلما نحاول أن نتريث قبل أن نكسر وقبل أن نعلم، هذا من مصلحة الأمر بالمعروف، هذا من تغيير المنكر. فالوسائل آخذة الحكم مقاصدها كما يقول العلماء. فليس القضية لتغيير المنكر أن يكون الإنسان مباشرا، مدى أن هناك تنظيما يقصد من ورائه الوصول إلى معالجة المنكرات بأفضل الأساليب. أيضا هناك نقطة قد يكون من المصلحة ألا نغير الآن باليد،
هناك أمور ظروف ملابسات معينة قد يكون التوجيه للإنسان أنه يقتصر فقط على مراقبة هذا المنكر. قد يقول الإنسان كيف أراقب المنكر؟ أرى أمامي وبعيني ولا أفعل ولا أقبل. لكن تكون هناك مصالح، بمعنى أنه لو قلنا مثلا للإنسان غير قد تقع مفسدة أعظم، لو أنه أزيل هذا المنكر باليد تقع مفسدة أكثر. ولذلك أنا أقول لا بد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يمكن أن يكون بين الإخوة والأحبة والمشايخ وطلاب العلم إلا بالتعاون وبحسن الظن. يعني إذا جاءني توجيه من فوقي أن هذا الأمر أتريث فيه فما في داعي لسوء الظن، هذا تقصير هذا تساهل، لا، هو قال عليه السلام فليغيره بيده. لكن نحن نظن ونحسن الظن بمن يأمرنا بهذا الشيء إن شاء الله أنه يريد التغيير، لكن كيف؟ ما هو الأفضل؟ ما هي الطريقة؟ هذا أمر بينه وبين الله عز وجل. ولذلك من أمثلة هذا الآن لو أن عندنا أفراد وعندنا مثلا من فوق الأفراد ومن له التوجيه يعني الأعلى، الأفراد الآن لو أنك في حي فيه منكر ترى بعض الناس يتعاون معك في هذا المنكر من عامة الناس. ترى إنسان مثلا والعياذ بالله قد فتح بيته لحرام من زنا أو دعارة والعياذ بالله، شره متعدد. هذا الذي فتح بيته لهذا المنكر إن جئت بإنسان متعاون متحمس ويريد الخير، ولا شك أن هذا الحماس وراءه خير، هذا أمر نحب أن ننبه عليه. أن بعض الناس إذا رأينا منه ينبغي أن نحسن الظن به لكن نوجهه. فهذا الفرد حينما تأتي تقول له يا أخي انتبه لا تعجل، لأنك أنت تريد أن تصل إلى ما وراء هذا المنكر من الذي يأتي منه. قد يأتيك مباشرة يقول لك قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده، الآن تدخل، هذا تقاعد، هذا تأخير. لماذا؟ لأنه لا يعلم ولا يعرف ما هي المصلحة، ما هي الأهداف التي تنظر إليها أنت. كما أن هذا يقع بينك أنت كفرد، تقع مع عامة الناس تقول له يا أخي تغيير المنكر يحتاج إلى بصيرة إلى تجربة، لأنك أنت مرت عليك أمور دعتك إلى هذه الحكمة وهذا التروي. كذلك من هو فوقك إذا كان أكثر تجربة وأكثر بصيرة تظن أن الإنسان يحكم به الظن، ولكن لا يعجل. وقد تكون هناك ظروف ليس من المصلحة تغيير هذا المنكر مثلا بالكلية، فهذا أمر مهم جدا في قوله فليغيره بيده. ثم يقول عليه السلام فإن لم يستطع فبلسان. التغيير باللسان على مراتب. أول ما يبدأ الإنسان يعني يقول بعض العلماء التغيير باللسان مقدم على التغيير باليد، هذا بعض العلماء يميل إليه، وفيه دليل صحيح وهو حديث عائشة رضي الله عنها. حاصل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم من الغزوة غزوة تبوك على قول عند بعض أهل الحديث قدم عليها فوجد القرام هذا وفيه صورة، فقال لها أولا أميطي عنا قرامك هذا أول ما قال لها. فكأن عائشة كما يختار جمع من العلماء نسيت، لأن إنسان ضعيف نسيت أن تزيله، فدخل عليه القتال فإذا بالقرام في وجهه فأمسك القرام وهتك. يقول العلماء أول ما يبتدأ الإنسان بالتوجيه، لأن كون الشخص بنفسه يزيل المنكر هذا نوع من الإيمان والتسليم، ولذلك نربي الناس على التسليم، بمعنى أن كونه بنفسه يأخذ الشيء ويكسره كما أنه هو الذي أوجده هو الذي يكسره، هذا من أرفع الدرجات. ولذلك يقول العلماء من أهم ما يكون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إقناع الناس بأن هذا منكر سيجتنبوه وهذا معروف سيفعلوه ويأتوه. ولذلك الشرط على إقناع الشخص بكونه منكرا أولى، وقد فعل الصحابة ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه لما نزل تحريم الخمر قال أبو طلحة لأنس انظر، فخرج فنظر فإذا منادي النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس إن الله حرم الخمر، فأمره أن يريقها فجرت بها سكك المدينة. من الذي أراد الخمر؟ الناس. لما اقتنعت لما نزل قوله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة هل أنتم منتهون؟ قال عمر انتهينا. ثم يقول العلماء انظروا إلى أسلوب القرآن، ما قال الله انتهوا، قال فهل أنتم منتهون؟ وهذا كما يقول المفسرين من أرفع أساليب الإقناع، لأن الشخص يقول له يا ليت تفعل كذا، هل تفعل كذا، تحدث له شوق للتنفيذ. فلما نزلت هذه الآية بمجرد انتهاء كما في صحيح مسلم صاح عمر انتهينا، يعني ما لنا بعد أمر الله سبحانه وتعالى، انتهينا كفرنا عن هذا الأمر. فإذا إقناع الناس فليغيره بلسانه. كيف تغير بلسانه؟ الشخص الذي أمامك يتعاطى المنكر فيه جانبان،
جانب داخلي الذي هو الباطن، وجانب ظاهري. الجانب الداخلي قناعته بالمنكر، والجانب الظاهري وجود المنكر يتعامل مع هذا المنكر. فأعظم ما يكون من التغيير أن تصل إلى سويداء قلبه فتستف من قلبه الشر. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فتحرص على أن تجعل في قلبه قناعة كاملة بحرمة هذا الشيء، وتعتمد على أساليب من أهمها أسلوبان: أسلوب الترغيب وأسلوب التنفيذ، وكلاهما أسلوب القرآن. ولذلك تجد الله عز وجل في كتابه ينهى عن الحرام ثم يذكر عواقبه الوخيمة في الآخر من عذاب جهنم وسخطه وغضبه، نسأل الله السلامة والعافية. هذا أسلوب الترغيب، وكذلك استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم كما في قول ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. قال أبو ذر هم يا رسول الله خابوا وخسروا. فالمقصود أنه أسلوب التنفيذ. فتأتي مثلا أمام صاحب المنكر وتتلو عليه آية من كتاب الله وحديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. التنفيذ، فإذا كان التنفيذ بالأسلوب المؤثر المقنع الناس يختلفون. فيقول العلماء هناك آيات للترغيب وهناك آيات للتنفيذ. فإذا كان الذي أمامك من النوعية التي لا ينفع فيها الترغيب، فيها قسوة وفيها نوع من الكبرياء في الباطل، تقرأ بآيات الفجر وآيات التخويف، لأنك إذا جئت بآيات الترغيب كان ضعفا. ولذلك ينبغي أن تظهر عزة الدين وترفع من المعروف الذي تأمر به وتحقر من المنكر الذي تنهى عنه، فتذكر بقوارع التنزيل، تذكر بالجنة والنار، تقول يا أخي خاف الله عز وجل أمام القبر، أمام الحساب، أمام الصغار، أمام الجنة والنار. الكلام الذي يدل على التغيير، فلما تأتي هذه الكلمات المضيئة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كتاب قلبا فارغا وإن كان فيه الشر، لكن الله سبحانه وتعالى يقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فتبدأ بالتقرير. فمثل هؤلاء النوعية التي تتعاطى المنكر بنوع من الكبرياء والعزة يصبح لها أسلوب التوبيخ والتقريع، ويكون كسر المنكر في عينه وفي وجهه أبلغ في إهانته وزجره، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالتالي مثله حينما بلغه عن بني النضير لما كان عليه الصلاة والسلام حصلت قضية عمرو بن أمية الضمري، وذهبوا إلى بني النضير وكان يهودا من المدينة وبينهم العهد، فجاء يريد أن يأخذ منهم الدين يعمون على الدين، فجاءهم عليه الصلاة والسلام وهم أهل مكر وكيل، فقالوا له إن تولد تحت الحائط حتى نعطيك الدين، وأرسلوا بسفيه من سفهاء أن يرمي عليه الشجرة فيقتله صلوات الله وسلامه عليه. فلما جلس جاء جبريل بالوحي وأخبره بما صنعوا، فانطلق عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ومعه أصحابه لا يدرون من خبر، ثم أرسل إليهم أن اخرجوا من دياركم، قالوا نخرج. فكتب عبد الله بن أبي بن سلول قال لهم لا تخرجوا أنا أنصركم، أنا على عادته على الكيد برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم لئن أخرجتم لنخرجن معكم خدع. فبقوا، فلما بقوا آذن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فخرج إليه بالقوة، فحاصرهم 15 يوما في الربيع الأول صلوات الله وسلامه عليه. فلما حاصرهم قالوا نخرج، قال أما الآن فلا. انظروا كيف عزة الإسلام. أول شيء قال أخرج، قال أما الآن فلا، الآن تحت قهرنا وقوتنا ولا تخرجوا إلا وأنتم صغيرون. فأذنهم عليه الصلاة والسلام، وكانت ما أفاء الله على رسوله، وكانت نعمة من الله عز وجل على نبيه حتى خير أن يضع أمواله وغنائمه حيث شاء، فكانت كسرا لشوكة الأعداد بقوة، رغم أنه في البداية نبع الله نحن نخرج. فلما حاصرهم قالوا يا محمد إنا نخرج، وجدوا الشدة. قال أما الآن فلا أقبل منكم، ما أقبل إلا أن تخرجوا وأنتم صغيرون. كذلك أهل الباطل والغي لما تأتيه بالدين في مقام لا يصلح فيه فإنه ليس من الحكمة في شيء. قال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، قال الحكمة وضع الشيء في موضعه. فتبدأ فليغيره بلسانه بأسلوب التقريع والتوبيخ. إذا كان الذي أمامك عنده أنفة وله سوابق وله جرائم وإنسان مستشفى بالشر، فهذا يقرأ ويوضح ويؤنب ويبين له عاقبته ما ينتظره من العاقبة الوخيمة في الآخرة. أما لو كان إنسانا لا سابقة له، إنسان خدع وغرر وما إن دخلت عليه إلا أصابته الظلم، نرى من دلائل الحال والقرائن أنه نادم وأنه متأثر،
النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقيلوا ذوي الهيئات عثرات إلا الحدود. أقيلوا ذوي الهيئات، قال العلماء ذوي الهيئات الذين لم يعرف لهم الثواب، يكون الأسرة طيبة وبيت طيب ولا تنقر السوء، زدوا به إلى هذه العاقبة الوخيمة، فتقف على مثل هذا وتقول لي يا فلان أين أبوك؟ أنت ابن من؟ حتى ولو كانت بالأمور الدنيوية تذكر ببيتي أو بشرفي، تقول ماذا جميل. تبعد يتأمل من نفسه على التغيير باللسان، فالتركيز على قضية الترويج والترهيب لاجتثاث السد من القلوب، لأنه ليس من تغيير المنكر أن نأتي ونكسر المنكر والرجل مقتنع قناعة كاملة بأن هذا معروف، لأنه إذا كسرته اليوم سيعيده بالغد، وإذا كان لا يفعله في الظاهر فسيفعله في الباطن، وإن كان يتقيك في العلانية فإنه لا يتقيك في السر. ولكن إذا كتفت الشر من قلبي وذكرته بالتغيير باللسان من قرارة قلبي وأصبحت عنده القناعة، فإنه يغير ظاهرا وباطنا وسرا وعلانية كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من أكمل التغيير باللسان، استخدام أسلوب الترويج والترهيب، وينبغي على من يستخدم هذا الأسلوب أن يراعي الحال ومناسبة الحال، فمن صلح فيه الترهيب لا يعطى أسلوب الترهيب، لأن الذي تجد عنده انكسارا شخص رأيته وقع في جريمة ثم وجدت عنده الانكسار الكامل، لو جئت تزيد عليه الآيات ربما يصل به الخوف إلى درجة اليأس من رحمة الله. هذا أمر مهم جدا، وإذا تجد بعض العصاة والمجرمين وهذا يمر علينا من فتاوى الناس وأسئلتهم، يحس أنه خلاص، يحس أنه لا رحمة تنتظر عند الله جل جلاله، نسأل الله السلامة، وهذا لأنه أوغل بجانب الخوف. ولذلك يقول العلماء عقيدة أهل السنة والجماعة لا بد من الخوف والرجاء، لا يغلب جانب الخوف ولا يغلب جانب الرجاء، لأنه جناحات سلامة كما يقول بعض الأئمة وينبه عليه الإمام ابن القيم رحمه الله في كتبه، وهذا صريح الكتاب كما قال فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، هذا جناح السلامة. أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ما نستطيع أن نأتي فقط بالتخويف لا، ولا نأتي أيضا بسعة رحمة الله ونليل مع الناس حتى تذهب هيبة الإسلام وهيبة العمل وهيبة المحتسب. لا بد من الوسطية، فإن كان المقام يقتضي الترهيب وإن كان المقام يقتضي الترهيب وحدنا. قال صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع فبقلبه. قال العلماء يدخل في التغيير بالظاهر. التغيير بالظاهر بعض الأحيان تغير المنكر ولا تتكلم، وهي الدرجة التي بين القلب وبين اللسان. مثلا تغير الوجه، قال العبود في وجهه المبتدع، العبود في وجه الظالم، شخص تراه صاحب بدعة نصحته وذكرته لكنه أبدا ما استجاب، ولا تستطيع أن تغير بدعته باليد لأن بدعة عقدية، ماذا تفعل؟ تعبد في وجهه، لأن هذا العبود قربة لله جل جلاله وطاعة لأنه غير، ولذلك جعل الله إغاظة العاصي قربة له سبحانه وتعالى. وكان عليه الصلاة والسلام لا يغضب لنفسه وإنما يغضب لمنتهك حرمات الله عز وجل. تقول عائشة رضي الله عنها فكان لا يسب ولا يسخر عليه الصلاة، وإنما يعرف في وجهه. وهذا من أفضل ما يكون الإنسان الداعي الموفق والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه ميزة الأخلاق الحميدة. فإنك تكون مع الناس بأسلوب يعني يدل على كمال الإسلام وأخلاقه الجميلة، لكن بمجرد أن تعبد أو يتغير وجه كل الناس يسألون ما الذي غير فلان، لأنهم اعتادوا منه الأخلاق الطيبة والأخلاق الحميدة. فإذا هذا نوع من التغيير، وهو التغيير بالصفات والملامح، العبود والإعراض الصدق، يعني ما يدخل. كان بعض الإمام أحمد رحمه الله عليه دخل عليه يحيى بن معين وهم معه، وكانوا قد أجابوا في فتنة القرآن في التورين، فلما دخل على الإمام أحمد أعرض عن الإمام، فصار يحيى والله يقول حديث عمار، والإمام أحمد يعرض ولا يجيب ولا يتكلم حتى قام يحيى. فلما قام يقولون حديث عمار، أولا حديث عمار مراد يحيى أن عمار أكره على الكفر، فقال الكفر وعرضه الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان.
لكن الإمام أحمد رحمه الله عليه ومن السنة في زمانه لم يرضى بهذا حينما قال يقولون خرجت معي فلما وقف على الباب أنصت ماذا يقول الإمام أحمد؟ فسمع الإمام أحمد يقولون الحديث عن النار إنما النار مس بعذاب وهذا لم يمس بعذاب، يعني لم يراه مكرها إلا بعد الأذية، ويحيى لم يؤذن، فقال كيف تجيب قبل أن تؤذن؟ فقال يقولون حديث عن النار حديث عن النار، فقال يحيى ما تحت أدين السماء أفقه منه، يعني من الإيمان رحمه الله من فقه في استنباط النار. فالشاهد الإعراض، ولذلك أمر الله بالإعراض عن الجاهلين. الإعراض نوع من إنكار المنكر لأنه افتقار وثيرات. النقطة الأخيرة التي هي التغيير بالقلب، فالقلب هو آخر المراحل. فالإنسان إذا يقول حيلة أن ينكر بيده أو ينكر بلسانه فإنه لا يجوز له أن يتخلى عن الإنكار في القلب، فإن الحب في الله والبغض في الله. تحب في الله ولو كان أبعد الناس من سنة، تحب الإسراع على طاعة الله والاستقامة، وتبغض في الله ولو كان أقرب الناس منك. فما نفع ابن نوح بنوة لنوح عليه الصلاة والسلام، ولا نفعت زوجة كونها زوجة الله. الحب في الله والبغض في الله. ولذلك تبرأ إبراهيم من أبيه وقومه لما أشركوا بالله عز وجل. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في هذه القاعدة ذاق طعم الإيمان من رضي بالله. قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، حديث أنس في الصحيحين: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا في الله. فهذا الولاء والبراء، قاعدة الولاء والبراء. بمجرد أن تعلم أن الإنسان يتعاطى المنكر تبغض فعله، أما هو فهو مسلم أخوك في الإسلام، ولا تيأس ولا تقصر في دعوته وهدايته وإرشاده، تترك كل ما تستطيع. لكن كما قيل لأبي بكر أتبغضه؟ قال لا، إنما أبغض عمله، يعني فعله هو الذي يبغضه. ولذلك ربما ترى إنسانا يشرب الخمر والعياذ بالله أو يزني ولكن فيه خير، ابتلاه الله سبحانه وتعالى بهذا الابتلاء فلم يخرج من دائرة الإسلام. يشهد ذلك ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما جلد شارب الخمر سبب الصحابة وعادوا شارب الخمر، فقال صلى الله عليه وسلم: مه كلمة بدء وتوبيخ، مه لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم إنه يحب الله ورسوله. وهذا يقول العلماء فيه دليل على تعظيم أعمال القلوب، فيه دليل على تعظيم أعمال القلوب، فإن ظاهرة فيه إساءة، لكن لما انعقد باطن على حب الله ورسوله عظم الله هذا منه. ولذلك الرجل الذي قتل 100 نفس آخرها عائش نسأل الله السلامة والعافية، ملوث وجد بسفك الدماء البريئة، حتى إذا كان في آخر عمره خرج بنصيحة العالم قال: هو ما يمنعك من التوبة؟ ثم قرية قرية سوء، وقرية فلان قرية، وقرية بني فلان قبلها قوم صالحون، ارتحل إلى قريتهم. فخرج في آخر عمره، لكن خرج بقلب تائب إلى الله جل وعلا. فاختصمت كما تعلمون حضره الموت، واختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب تقول: قتل 100 نفس آخرها عابد. ملائكة الرحمة تقول: إنه تاب إلى الله. يقول بعض العلماء: فعظمت عند الله نية الصالح قلبه، لأنه خلاص تاب وأناب وأقبل على الله سبحانه، فعظمت عنده حتى الخطوات التي خطاها قربه الله بها إلى رحمته. ما وجد قريبا إلى قرية الصالحين إلا قدر الشبر. وفي رواية: أوحى الله إلى هذه أن تباعد، معناه أنه كان قريب إلى قرية الشر، أوحى الله إلى هذه أن تباعد، وإلى هذه أن تقارب. انظر رحمة الله بعباده. ولذلك لا تقنط من رحمة الله، يخاطب العصران المذنبون الذين أسرفوا على أنفسهم. فالمهمة والهدف أن نأخذ القلوب إلى الله جل جلاله. والوسيلة الأخيرة التي أختم بها هذه الكلمة أن نعمة من الله سبحانه وتعالى يتذكرها الإنسان إذا أخذ بحجب عبد عن النار بسببه. تصور لو أن الله قيد الإنسان في غيه وفجوره وانتشلت من هذا الغي والفجور إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. التنبيه على نقاط مهمة مثلا جذب الناس إلى حلق العلماء، يعني لا نقتصر على الأداء العملي، لابد من التوجيه. قد ترى أمامك إنسانا عاصيا فتدل على حلقة عالم، تدل على من يعين على تجديد التوبة، على العنابة إلى الله سبحانه وتعالى. لا نقتصر على الإجراء الشكلي، ينبغي أن يكون عندنا توجيه ويكون عندنا إرشاد.
ودلانا إلى خير ما استطعنا إلى ذلك السبيل. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا ممن وفق للقول السديد والعمل الصالح الرشيد، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء شهيد. وأسأل الله العظيم أن يجزي المشايخ ويجزيكم كل خير على ما تكبتم من مشقة الحضور. وختاما أسأل الله العظيم أن يجعل ما قلناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم ليس فيه لأحد سواه حظ ولا نصيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على كل خير، وأجزل له الأجر والمثوبة، وجعل من قاله في ميزان حسناته يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. وشكر الله نفعه، ونفعنا الله سبحانه وتعالى بما قال، وجعله حجة لنا لا حجة علينا. والآن أترككم مع الأسئلة لمدة 20 دقيقة تقريبا، ومع فضيلة الشيخ صباح فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول: فضيلة الشيخ، تكلمت عن الإخلاص، فكيف نحصله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما الإخلاص أما بعد، فإن الإخلاص لله عز وجل نور يقذفه الله في القلوب، ومن أعظم الأسباب التي تعين على الإخلاص أن تكثر من دعاء الله عز وجل أن يجعل أقوالك وأعمالك خالصة لوجه الكريم، فإننا لا نستطيع بحولنا وقوتنا أن نكون مخلصين، ولكن التوفيق من الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وما توفيقي إلا بالله. فإذا افتقرت إلى الله أغناك، وإذا علم الله أنك تحب الإخلاص وفقك ويسر لك. ولذلك أكثر من دعاء الله: اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، اللهم اجعل عملي خالصا لوجهك. دائما تكثر منها. إذا خرجت من بيتك في الصباح تكثر من هذا الدعاء. إذا كنت في مظان الإجابة كالسجود بين الأذان والإقامة التي ثبتت بها الأحاديث الصحيحة، تدعو الله أن يجعل قلبك مخلصا لوجهه الكريم، وتعتذر إلى الله من كل رياء ومن كل سلك في عملك وقولك، حتى يمنحك الله برحمته وييسر لك هذا الأمر العظيم. الأمر الثاني مما يعين على الإخلاص كثرة قراءة القرآن مع التدبر والتأمل، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فالإخلاص من عمل القلوب، ويحتاج الإنسان إلى هذا يهديه إليه وهو القرآن، فإنه قل أن تجد إنسان يكثر من تلاوة القرآن إلا عمر الله قلبه بالإخلاص، لأن القرآن فيه الوعد والوعيد والبشارة والنذار والتخويف والتهديد، فتكثر القلوب لله جل جلاله. القرآن يخرجك من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، وينزعك من العباد إلى رب العباد سبحانه لا إله إلا هو. ولذلك إذا أردت الإخلاص أكثر من تلاوة القرآن. أولا الدعاء، ثانيا كثرة تلاوة القرآن، ثالثا زيارة المقابر. تجعل لك ولو في الأسبوع مرة واحدة تزور فيها المقابر، تنظر حتى تحتقر الدنيا هذه التي أنت فيها، فتصبح أعمالك وأقوالك هذا الذي أنت مقبل عليه. وتذكر دائما أنك في مثل هذه اللحظة ستمر عليك وأنت رهين الأجداث والبناء، لا مال ولا بنون، لا يكون للإنسان إلا ما عمل وأراد به وجه الله جل جلاله. فلذلك من الأمور التي تعين الإخلاص كثرة ذكر الآخرة. إنا أخلصناهم بخالصة ما هي، كأن سائل سأل ما هي، قال ذكر الآخرة. هذه من خاصة ما يصطفي الله عز وجل. فإذا ملأ الله قلبك بذكر الآخرة أخلصت لله سبحانه وتعالى. ولذلك لا تجد إنسان قلبه مليء بالدنيا ويخلص أبدا. القلب وعاء، إما دنيا وإما آخرة. فمن الأسباب التي تعين على الإخلاص كثرة ذكر الآخرة. من الأمور التي تعين على الإخلاص قراءة فيها العلماء. ينبغي على من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ما يخلو في يومه. فعندك كتب في مثل سير أعلام النبلاء، مثل كتاب البداية والنهاية لابن كثير. هذه الكتب قراءة التاريخ، قراءة سيرة السلف الصالح، لأنها تحيي في النفوس الهمة عالية للخير، ثم تضعك أمام قدوة
ولذلك قال الله عز وجل وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. قصص الصالحين تثبت الفؤاد تثبت القلوب. فمن الأمور التي تعين على الإخلاص قراءة سير العلماء. قال الإمام أبو حنيفة سير العلماء أحب إلينا من كثير من مسائل الفقه. هذه من الأمور التي تعين على الإخلاص، فيحرص الإنسان دائما على قراءة هذه السير. النقطة الأخيرة استشعار عاقبة الإخلاص. تصور لو أنك واقف بين يدي الله جل جلاله وعرض على الله جميع ما قلت وما عملت، فقال الله سؤالا واحدا هل أردت بهذا وجهي أو غيري؟ يعني أمر عظيم والله يا إخواني، أمر عظيم. كان بعض السلف إذا قل له يحدثنا يقول حتى تأتينا النية، ما يستطيع أن يحدث حتى يستشعر أنه يتحدث لله سبحانه وتعالى. فلذلك يقول سفيان الثوري إمام العلم والعمل في زمانه ما وجدت أشد علي من نيتي إنها تتقلب علي. يعني ما كابت شيء أعظم ولا أشد من قلبي، إنها تتقلب علي. يعني ترى صفة من الآخرة فتنقلب إلى الدنيا إلى الناس إلى حتى لو غيرت المنكر وتيجي يقول لك ما شاء الله صار الناس يذكرونك أنت كذا والله شيء طيب، وتسمع الذكر في المجال ابتلاء تبشير. وقد تجد الرجل يخبص إلى آخر لحظة فيأتي شخص يقول ما شاء الله فعل الله بك كذا وصنع الله بك كذا فيعجب. قال مطرف رحمه الله لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح متجدا. فلذلك ينبغي الإنسان أن يخاف وإياك فتنة المدح والثناء، خاصة الذي ينتشر في وجهه فاتقي الأمور التي تحول بينك وبين الإخلاص. والله تعالى. جزاكم الله خيرا. يقول السؤال الثاني هل تدمر الرجل تجاه أعماله وعدم الشكر على أعماله وظهور ذلك في نفسه رغبة للشكر، هل يفسد من إخلاصه وينكسر؟ إذا كنت تعمل لله فانتظر شكر الله جل جلاله، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فشهد الله من فوق 7 سماوات أن من عمل له عملا صالحا أنه لا يضيع أجر من أحسن عملا. فتحرص بارك الله فيك على أنك لا تنتظر إلا ثناء الله ولا تنتظر إلا مدح الله عز وجل. فإذا فعلت ذلك فإن الله سيجعل لك مدح الدنيا والآخرة. في الحديث حسن بعض العلماء يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن للعبد صيتين، يعني سمعتين، صيت في السماء وصيت في الأرض، فإذا عظم صيته في السماء وضع له في الأرض. وهذا واضح، العلماء تجد لهم في الأرض محبة وذكر، حتى كثير من العوام يسمعون بالشيخ فلان فيحبه ولم يره، قد يكون يحبه ولم يسمع منه كلمة ولكن مما سمعه من أقواله وأفعاله. لماذا؟ لأن الله وضع له الصيت في السماء ثم وضعه له في الأرض. فأنت إذا عملت ابتلاك الله. من ابتلاءات الله عز وجل أنه قد ينسي من فوقك أن يذكرك، قد يكون الله يحبك لأنه لو شكرك فتلك فأصبحت تعمل بالشكر، قد يريد الله أن يسكن في قلبك له جل جلاله، فما يجعل أحد يحمدك ولا أحد يذكر، فتجعل واضعا بصرك في الأرض متعطئ الرأس كأنك مغمور لا أحد يشعر بك. والخفي له مكان عند الله سبحانه وتعالى. هذا العبد الخفي طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه إن كانت الساقة في الساقة آخذ بعنان فرسه، قالوا تقدم قالوا تأخر. المهم أن يعمل في طاعة الله عز وجل. الأمر الثاني إحسان الظن، يعني من الأمور المهمة يا إخوان سواء في أمور الدين والدنيا. إذا أحببت أن العيش يتسع، وكانوا يقولون من سعادة الإنسان دائما إذا وجدت شيئا يعتبر خطأ ممن فوقك أو من هو مثلك أو من هو دونك التمس له مخرجا. سبحان الله إذا كان مثلا حصل شيء مثل لم تشكر أو كذا فقلت والله إنهم نسوني مشغولون لعلنا لو كنت مكانهم لشغلت، ثم هذا واجب علي ما أنتظر به شكر. لما تلتمس له مخرج يصبح قلبك يتسع. لكن بمجرد أن يضيق الإنسان هؤلاء ما يشكرون يبدأ يتذمر فيدخل الشيطان عليه فيقول له أنت لا أحد يشكر عملك إذا لا تعمل، ويبدأ والعياذ بالله تنحل عقد الخير منه عقدة وتنحل عزيمة على الخير عقدة لأنه يعمل للناس لا لرب الناس.
نسأل الله السلامة. هذا من أعظم الابتلاء. انتظر شكر الله واحمد الله جل جلاله أن صرف عنك فتنة النفس، خاصة في أمور الدين. الإنسان يحرص على أنه ينتظر ثناء الله سبحانه وتعالى لا ثناء أحد سواه، فأنعم بها. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. ولله بعض العلماء قد يعيش في زمانه لا يحمده أحد، لكن يذكر الله شيخ الإسلام ابن تيمية لو تقرأ سيرته كان أعداؤه خصوم من كل حدب وصوت، ولما توفي وضع الله له قبول من الذكر والتعظيم حتى إذا قيل شيخ الإسلام لا ينصرف إلا إليه. ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. قد يعلم الله أنه لو وضع لك الشهرة أمام الناس تفتن، ولذلك سبحانه ما أحلمه وألطفه وأرحمه بعباده. نسأل الله العظيم أن يجعل قلوبنا له وأن يجعل شكرنا منه سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، يصاب المسلم بشعور الإحباط عندما يرى كثيرا من المحرمات والكبائر، وكذلك يجد من يورد عليه بعض أحاديث الفتن يقول هذا زمان الفتن، ويدخل في عمله ضعف ويقل عمله، فما توجيهكم؟ أما بالنسبة لكثرة المنكرات أو وجودها فهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة التصوير. ثم إن وجود المنكر فيه حكم لله سبحانه وتعالى. أولا استدراج لأهل الفساد، لأنه يستدرج الله سبحانه كيده متين وأملي لهم إن كيدي متين، ولذلك يستدرج الله عز وجل يحتسب، حتى انك ربما تمر على صاحب المنكر وهو يفعل المنكر في كل طمأنينة وارتياح فاعلم انه مستدرج. اذا رايت صاحب المنكر انه بلغ به ان يظهر منكره وهو مرتاح مطمئن النفس لا يحس بشيء فاعلم ان هذا من استدراج الله جل وعلا وكيده به، لانه لو خاف لقل منكره، لكن يتركه الله سبحانه وتعالى يعطيه القوه ويعطيه الجلد. الامر الثاني ان ظهور المنكر يكون حكمه من الله سبحانه وتعالى بسبب ارتفاع الايمان من القلوب. ولذلك يقولون ذكر بعض العلماء عن رجل انه كان يفتح الدماء والعياذ بالله، سأل رجلا كان معه يعرفه بالخير، كان الرجل مستقيما في اول امره، نسأل الله السلامة، نسأل الله يثبتنا واياكم على طاعته، قال لا يجب قلوبنا بعد إذ هدانا. كان الرجل على استقامة، وفجأة والعياذ بالله اصابه فساد فانتهت في الخمور حتى اصبح والعياذ بالله مستقيما ذري الفجور. الشاهد قال العالم لرجل كان معه أرأيته حينما قتل أول مرة؟ قال نعم رأيت. قال ماذا أصاب؟ قال أصابه خوف. قال وش الثانية؟ قال لم يبالي. الثانية والثالثة لم يبالي. هذا أمر عجيب. يقول بعض العلماء لأنه لما نزع الإيمان من قلبه الله سبحانه وتعالى أحس بالضيق، لأنه كان في سعة فانطلق إلى الضيق. المرة الأولى كذب عدو الله بسبب خروجه نسأل الله سبحانه وتعالى من كمال الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ورد في الحديث أن الإيمان يخرج منه حتى يصير كالظلة ثم يرجع إليه ناقصا على قدر منتهى من حدود الله. الشاهد أن كثرة المنكر استدراج من الله سبحانه وتعالى لأهل الشر. ثانيا قوة لأهل الخير، لأن هذا أمر مسلم. حتى الحكماء يقولون قوة الخير بوجود ما يضافه. ولذلك انظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة فجعل الله في وجه المشركين، انتقل إلى المدينة الأنصار والرجال والعدد والعدة وكل شيء يحتاج بين يديه، بين أمة تفديه لأرواحها بأبي أمي عليه الصلاة والسلام. الأنصار كانوا يحبونه وكانوا لا يرتاحون أن يمس بأذى صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك سلط الله عليه اليهود أن يكونوا بجواره والمنافقين يكونوا بجواره، فجمع الله له الكفر بين طائفتين، طائفة تظهر وطائفة تسر، حتى نعلم شعائر الإسلام، نعلم كيف نعامل. يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من عجائب ما مر هذا في الصحيحين، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على مجلس من مجالس الأنصار فاختصموا فيه، وكان صلى الله عليه وسلم عافية حتى هموا أن يضربوا بعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. يعني هذه فتنة ولا لا؟ في حضور النبي صلى الله عليه وسلم. وتقع الفتن ابتلاء من الله واستدراج. قضية الإفك عرض النبي صلى الله عليه وسلم يعني خاض فيه من خاض، وهذا يدل على أن السر وجوب ابتلاء حتى يظهر إيمان المؤمنين ونفاق المنافقين وتنكشف حقائق الناس. ولذلك لا بد من وجود هذا الابتلاء كثرة المنكرات. الأمر الرابع فيه خير لأهل الخير، ولذلك تنظر مثلا لما تفرض أنك خرجت من بيتك فرأيت منكرا، ماذا سيكون في قلبك؟
إذا كان هناك إيمان فتتألم وتتمعر وتقول حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الغير الذي في قلبك قربة لله سبحانه وتعالى وعمل صالح وشهادة منك أنك غير راضي على هذا. ولذلك يعني قد يكون وجود المنكر أيضا وجود المنكر ينبه. الآن لما ترى المنكر تخاف على نفسك وتخاف على أهلك وولدك. وآخر ما أختم به مثال من الأمثلة، لو أن الناس بسفينة والسفينة هادئة دون أمواج وهي على البحر دون أن تجد أي شيء يعكر السفر، هل يشعرون بمقدار النعمة التي هم فيها؟ قد يغفلون. لكن حينما يمرون بهذا الوقت فيروا أمام أعينهم سفينة تغرق وأناس تتلاطم بهم الأمواج، ماذا سيفعلون؟ سيحمدون نعمة الله عز وجل على ما هم فيه. فلذلك يعني كثرة الفتن لا تدعو الإنسان أن يتقاعس أو يضعف أو يجبن، لا، الذي يهمنا يا إخوان أن نبلغ رسالة الله وأن نؤدي أمانة الله. وهذه الأيام وإن عظمت فتنها لكن الأجر فيها عظيم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم للعامل فيهن مثل أجر 70. قال يا رسول الله منا أو منهم؟ قال بل منكم إنكم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون على الحق أعوانا. يقول العلماء مثل أجر 70 من الصحابة. قالوا نعم. نضيف لذلك قالوا في أيام الصحابة لو جئت تنكر منكر كل الناس معك وكل الناس تقول أنت على حق وهذا منكر وجزاك الله خيرا ويقفون معه ويشهدون من أجله. لكن الآن إذا جاء الإنسان ينكر منكر قالت له الزوجة لا تنكر، ما يحتاج إلى نشاء. قالوا له الأولاد لا تنكر، قال له الأخ لماذا أنت تنكر؟ لماذا تنكر؟ ما لكم مال الناس. ثم جاءهم مجتمع، ما هذا يا فلان؟ لماذا تؤذي الناس؟ لماذا تضيق على الناس؟ إذا تكلمت الزوجة وضيقت عليك أجر، إذا تكلم الابن ضيق عليك وتحسن الأجر. المجتمع الكذا تأخذ أجر من هنا ومن هنا ومن هنا حتى تبلغ أجر 70. وهذا يدل على فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مثل هذا الزمان. هذا يدل على فضل والشرف، خاصة إذا كان الإنسان جمع الله له بين العلم والعمل والدعوة الصادقة الخالصة لوجه الله الكريم. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل والله تعالى عنه. والجيران لو أدينا الصلاة في جماعة من تبرع الذمة بإرسال شريط أو فتوى أو كتاب للجيران لا بد من النصيحة. لا بد من المناصحة، لا بد أن تنصحهم وتشعرهم أنك غير راضي على ما هم عليه. تأتيهم وتزورهم أو تدعوهم إليك يزورونك وتجلس معهم وتقول لهم أنتم جيران وحقكم كبير علي ومن حقكم علي أن نتناصح وأن يذكر بعضنا بعضا. الصلاة مع الجماعة واجبة. قال صلى الله عليه وسلم لا ما أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب فإني لا أجد لك رشد. ويقول أعمى تكون الظلمة والسيل والمطر ومع ذلك قال له أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب فإني لا أجد لك رشد. في حديث ابن عباس من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. هذا أمر عظيم جدا، يعني يبين لهم أن يستقوا ويذكروا. فإذا قمت الحجة عليهم فقد برئ الذمة. وفق الله تعالى عنه. مثل حلق اللحى وأشباه الثياب وشرب الدخان فكيف يكون الإنسان في مثل هذا الحدث؟ تنكر قدر ما تستطيع. يعني مثلا لو رأيت إنسانا يحلق لحيته وجئته بأسلوب مؤثر وقلته يا أخي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية وإعفاء الشارب وذكرته وبينت له هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أجر وقربة. كذلك أيضا إذا مثلا كان إعراضك عنه يؤثر فيه، يعني إذا عرفت عنه يتأثر فعلا عنه، لأن الأمر بالشيء أمر بلازم، فتنكر عليه على قدر ما تحمله من طاعة الله. لو رأيت إنسانا يشرب الدخان يا إخوان، يعني من أهم الأمور التي ينبغي للإنسان أن يعلم أن يجعلها نصب عينه أنه يعامل الله سبحانه وتعالى. ربما يجد إنسان أمامك يشرب الدخان كرمك الله في وجهك. تصوروا يا إخوان، أولا لم يستحنيك ولم يهاجر ولم يجاملك، ماذا بقي له؟ ماذا تنفق؟ هو على سره أظهر الشر في وجهك ولم يبالي ولم يستحي ولم يقتل. فأنت أقم على حجة الله. لا نقول تضربه ولا نقول تؤذيه، أقم حجة الله عليه. قل يا أخي اتق الله أولا في نفسك، هذا التي تعرفها. وثانيا اتق الله في مالك الذي يسألك الله عز وجل عنه. يا أخي تذكر لو أنك الآن في قبرك هل ترضى أنك تشرب هذا البلاء؟ نقطة ثانية، بدل أن تأتيه مباشرة بالتخويف مثل أن تقول له أسأل الله العظيم أن يعافيك من هذا البلاء.
فتبدأ بالمودة، تقول له أسأل الله أن يعافيك من هذا البلاء، يحس أنك تراك الغريق، يقول لك آمين، ربما لا يجيك، تقول له يا أخي خفف من هذا البلاء، بدل أن تشرب 10 5 أعطيه حل. ولذلك يقول العلماء لا تبين المنكر دون وضع حل له. ولذلك قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، هذا ينفي المنكر، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أمر. ما اقتصر على تبيين المنكر، لأن إذا بينت المنكر ولم تبين له الحل يكون حائرا، ولذلك ينبغي أن تبين له الحل. تقول له يا أخي خفف، يا أخي ارفق بنفسك، لا تعذب نفسك. هذا أمر مهم جدا، يعني بالنسبة لمن يتعاطى المنكر خاصة في وجهه، اصدع بالحق وتبين تعذر إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يتعلق بك، يقول يا رب سل هذا رآني على المنكر ولم ينصحني. فالإنسان قدر ما يستطيع يبلغ رسالة الله بالأسلوب الطيب والتوجيه السديد، لعل الله عز وجل يأمر له الأجر بذلك، والله تعالى عنه. كثير من الناس من التغيير باليد مقتصر على رجال الهيئة، هل يكفي هذا إذا وجدت منكرا أن تصل بالهيئة أن تبرأ ذمتي بذلك؟ لا شك أنه إذا كان الهيئة تقوم بمهمتها هذا هو الظن بها، تتعاون معها، خاصة أنك إذا غيرت في يدك قد يحصل أمور لا تشهد عقباها. يعني افرض أنك لو غيرت في يدك وجاء الرجل وجعلك معتديا عليه واستعدى عليه، حينئذ يكون هناك جهاز مختص بتغيير المنكر وأمكنك أن تتصل به وأن تنسق معه، هذا أمر مطلوب. يعني يحاول الإنسان قدره استطاع حتى لا يؤذى أهل الحق ولا يتسلط أهل الباطل عليه، فلذلك يتصل الإنسان ويغير. لكن لو كان الأمر ممكن الإنسان في حدوده يعني ينكره ويغيره بيده وبلسانه مباشرة، يغيره بيده ولسانه. لكن في الأمور التي تترتب عليها مفاسد أو تكون منها أضرار أو تفتح لها الشر سبيلهم فإنه ينبغي أن يتفقه يعني قدر المستطاع. ولذلك يدل على هذا قوله تعالى قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تأخذ قولي. انظر الآن هارون أمام العجل يعبد من دون الله، انتظر إلى مدينة الذي قال انظر إلى إلهك الذي ظلت عليه لنحرقنه ثم لنسفنه في اليم نسفا، فأخذ بالقوة حتى أخذ هارون ينكر عليه هذا. قالوا إنه إذا تيسر الإنكار باليد في وجود من يقوم به فالإنسان يتعاون مع الهيئة ويتصل به، وقد تكون هناك مصالح في هذا الأمر. لكن أن نترك الأمر بالمعروف نهائيا بناء على وجوب هيئة الأمر بالمعروف فلا، إنما يقوم الإنسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقدر استطاعته. إذا أمنت المفاسد وتحققت المصالح فإن شرع الله تبدأ وتنكر وتبين بغض النظر عما سيكون من العواقب الحميدة أو الوخيمة. وأما إذا يسر وجود من يقوم بهذا الأمر فإن الإنسان يحرص على إقامته الله تعالى. وغير كثير كثرت الأوراق التي تبين حبك في الله سبحانه وتعالى ونيابة عن نفسي وعن زملائي الأفاضل نشكرك جزيل الشكر والامتنان على تشريفك هذا المكان، وكثير منهم يطلب زيارتهم في المراكز الخاصة بهم ليستفيدوا من علمك بارك الله فيك، فنرجو التحدث عن هذا. جزاكم الله كل خير، وأشهد الله العظيم رب العرش الكريم على حبكم فيه، أشهد الله على حبكم فيه، وأسأل الله بعزته وجلاله كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في رياض الجنان إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشكر فضيلة الشيخ جزاه الله كل خير إن كان له الفضل بعد الله عز وجل، وكذلك شكري لكم جزاكم الله خير على حسن الظن، وإلا والله يعلم الله عز وجل هذا الخجل من حبي لكم وتقديري لكم، إن كنتم يعني في غنى عن مثلي صراحة ما شاء الله تبارك الله كثير منكم من أهل العلم والفضل. ولذلك الحقيقة يعني كم أنا مسرور وإن كنت أدعو من خجل، لكن أسأل الله العظيم أن يجزيكم كل خير وأن يجمعنا في دار كرامته إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير.